أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، وكالمعتاد نبدأها بأهم وأبرز العناوين. وفد إريتريا عسكري عالي المستوى يسلم رسالة من الرئيس السياسي إلى الفريق عبد الفتاح البرهان. توفير متطلبات الغاز في الإقليم الجنوبي. صيانة طريق فلفل عريتاي بمديرية هابر إقليم عنسبة. منظمة الصحة العالمية تعرب عن قلقها لتسارع وتيرة تفشي كورونا في أفريقيا. سوريا تقول إنها تصدت لقارات إسرائيلية على جنوب دمشق. ودول الاتحاد الأوروبي تقول خطة إنعاش تاريخية بعد قمة ماراثونية. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. سلم وفد إريتريا العسكري عالي المستوى برئاسة قائد هيئة أركان قوات الدفاع الفريق فيليبوس أولدي يوهانس الذي يزور السودان رسالة من الرئيس إسياس أفورقي إلى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مساء يوم أمس 20 من يوليو. وأشاد الفريق أول عبد الفتاح البرهان في اللقاء بتطوير العلاقات الأخوية بين إريتريا والسودان، وشكر الموقف القوي للرئيس إسياس أفورقي بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني في الفترة الانتقالية وجهوده لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة. وأكد الرغبة القوية للتعاون بين الجيشين الإريتري والسوداني في مختلف المجالات، معربا عن سعادته للتطوير الجيد للعلاقات الإريترية السودانية عسكريا وأمنيا وفي المجالات الأخرى، وأن مثل هذه الزيارة لوفد عسكري عالي المستوى تعكس التطور المتسارع للعلاقات. وشكر قائد هيئة أركان قوات الدفاع الإريترية الفريق فيليبوس أولدي يوهانس حفاوة الاستقبال الذي وجدها الوفد منذ وصوله الخرطوم. حضر اللقاء من جانب إريتريا قائد القيادة الوسطى اللواء رمضان عثمان أولياي، وقائد القوات البحرية اللواء حمد محمد كاريكاري، ومدير الأمن الوطني العميد أبرهة كاسا، والقائم بأعمال السفارة الإريترية في السودان السيد إبراهيم إدريس. ومن الجانب السوداني رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، والمفتش العام للجيش السوداني الفريق أول الركن مجدي إبراهيم، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال الدين عبد المجيد. والتقى الوفد الإريتري العسكري اليوم الثلاثاء 21 من يوليو بالنائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دوغلو، وبحث الدفع بالعلاقات العسكرية والأمنية. وكان الوفد الإريتري عالي المستوى قد التقى قبل الظهر الرئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق والركن محمد عثمان الحسين بحضور قادة القوات البرية والبحرية والاستخبارات العسكرية. كما زار الوفد أي رافقه الفريق والركن محمد عثمان الحسين المؤسسات الاقتصادية والعسكرية وكلية ومركز تدريب قوات الدفاع السودانية. وقد توجه الوفد الإريتري برئاسة قائد هيئة الأركان الفريق فيليبوس أولدي يوهانس وعضوية قائد القوات البحرية اللواء حمد كاريكاري، وقائد القيادة الوسطى اللواء رمضان عثمان أولياي، ومدير الأمن الوطني العميد أبرهة كاسا. توجه إلى الخرطوم يوم أمس الأحد 19 من يوليو. أفاد مسؤول مركز وقود الغاز في مدينة مندفرة السيد تسفى مريم أبرهة أن فتح شركة الوقود الإريترية مركزا لتوزيع الغاز في مدينة مندفرة ساهم لتقديم خدمات الغاز لمدن مندفرة ودبروة وعديخالة. وقال إن المركز الذي بدأ الخدمات في شهر فبراير الماضي قد حل التأخير الذي كان يحصل بنقل أنابيب الغاز من هذه المدن إلى أسمرة لتعبئتها. وذكر وجود 5 موزعين للغاز في مدن مندفرة وعديخالة ودبروة، ويتم تعبئة 450 أنبوبة غاز لكل منهم كل 25 يوما بسعر 325 نقفة لأنبوبة الغاز وزن 13 كيلوغرام و375 نقفة لأنبوبة وزن 15 كيلوغرام.
ويجري العمل لتوازن العرض والطلب. وحول شكوى المواطنين بأن أنابيب الغاز تأتي ناقصة، قال السيد تسفى مريم إن الأنابيب تقدم للموزعين بعد تعبئتها ووزنها، داعيا المستهلكين التأكد من وزن القنينة أثناء أخذها من الموزع. وأوضح مدير مديرية مندفر السيد حزقياس وهبت الأنشطة المرضية التي يقوم بها مركز الغاز، داعيا السد لنقص. يقوم السكان وأعضاء الجيش الشعبي بصيانة الطريق الترابي الذي يربط ضاحيتي فلفلي وعريتاي بمديرية هبرو إقليم عنسبة البالغ طوله 30 كيلومترا. ويشمل عمل الصيانة إصلاح الأجزاء المنجرفة من الطريق جراء السيول وبناء قنوات تصريف المياه وجدران حماية. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية إيرينا أن العمل الذي بدأ في الأول من يوليو وضم أنشطة حماية التربة وحفظ المياه ينفذ في ضواحي عريتاي ومزرد وهبر طعدة وهبر تليم وقرعوبل وقلت وفلفلي، وسيستمر حتى منتصف أغسطس. وتجري أيضا في إطار النفير أعمال بناء المدرجات والحواجز المائية في الأراضي الزراعية ومشروع فيزا زراعي. وأوضح مسؤول الزراعة في مديرية هبرو السيد آدم محمد أن حماية التربة وتخصيبها وحفظ المياه أساس رفع الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى مواصلة نفير السكان والجيش لمكافحة انجراف التربة. وذكر المشاركون في النفير أنهم يعملون بتنظيم وتنسيق قويين لكونهم أول المستفيدين من العمل. يواصل الشعب الإريتري في الداخل والمهجر مساعدة المحتاجين في البلاد بإعفاء مدفوعات إيجارات البيوت لتخفيف الضغوط المعيشية للمواطنين الملازمين بيوتهم جراء جائحة كورونا. التفاصيل على النحو التالي. في إطار إعفاء مدفوعات إيجارات البيوت التي يقوم بها المواطنون المقيمون في الداخل والخارج لمستأجري منازلهم، سمحت السيدة أمبا فراش ملأكو المقيمة في إدارة ميتمناي في الإقليم الأوسط إقامة مجانية لأسرتين مستأجرتين منزلها في مدينة كران لشهرين. والسيدة مدهن فوتو المقيمة في إدارة ترافولو لمستأجر واحد لشهرين. والسيد يوهانس قبل سلاسي المقيم في أمريكا مع زوجته أمراش صقاي لأربعة أسرة مستأجرة منزلهما في إدارة غودايف ل3 أشهر. كما أعفت أسرة المتوفي أمانيل باولوس المقيمة في أمريكا مدفوع إيجار مؤسستين في إدارة وسط المدينة بالإقليم الأوسط ل3 أشهر. والسيد يوهانس تخصي مع زوجته السيدة هايمانوت تخصي المقيمان في ألمانيا لمؤسستين لشهر واحد. وأسرة المرحوم عبد الله سراج لأسرتين ل6 أشهر. وفي إدارة عداق حموس السيد سلمون قبر العول ل3 أسر مستأجرة منزله في مندفر ل3 أشهر. والسيدة إلسا ميكيل لمؤسسة واحدة ل3 أشهر. والسيدة أبابات ولد لأسرتين ل3 أشهر. والسيدة سابات ولد لمؤسستين لشهرين و3 أشهر. وكذلك أسرة المتوفي بلاتا إسحاق في صعدة كريستيان ل4 مستأجرين من شهر إلى 3 أشهر. وفي ضاحية صعدة كريستيان إدارة بريخ سمح كل من السيد محسن أفورقي المقيم في ألمانيا إقامة مجانية لمستأجر واحد، والسيد ساميل زراسيون لمستأجر واحد، والسيدة لتنقوس تسفاي المقيمة في ألمانيا ل4 مستأجرين. وكذلك أسرة المتوفي الأزار الترفي ل3 مستأجرين لشهرين. وأسرة المتوفي إلياس يوسف ل4 مستأجرين ل4 أشهر. والسيد هبت ميكائيل أرأيا ل3 مستأجرين لشهرين. والقصر تخل قبر أملاخ المقيم في هولندا لمستأجرين ل3 أشهر. وفي منطقة سعد إنبا سمحت السيدة تبره ولد أب لمستأجر واحد. والسيد تصفى ميكائيل هنس لمستأجر واحد. والسيدة أبابات تصفى ميكائيل لمستأجر واحد. والسيد تولدات تصفى ميكائيل لمستأجر واحد. والسيد فصوم دانيو لمستأجر. والسيدة لوام قبر سلاسة لمستأجر. والسيدة دهب هنس لمستأجر واحد. والسيد تولدات تخص لمستأجر واحد. والسيد إبراهام قيتوم لمستأجر واحد. والسيد مان إلى إبراهام لمستأجرين.
وسيدة زود سهلة ل5 مستأجرين أعفى كل منهم لشهر واحد، والقصص ميكائيل أرعيا لمستأجرين لشهرين، والسيد صهيا داويت لمستأجر ل3 أشهر، والسيدة نبيات أرعيا لمستأجر واحد لشهر واحد، ومواطن فضل عن عدم ذكر اسمه لمستأجر لشهرين، والسيدة ملئتي جيتوم المقيمة في أديس أبابا لمؤسسة ل4 أشهر، والسيدة ملئتي تبره للمستأجرين حتى زوال فيروس كورونا المستجد من البلاد. أيها السادة المشاهدين، هذه كانت أخبارنا المحلية. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأخبار على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا. أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها لتسارع وتيرة وباء كوفيد-19 في أفريقيا التي كانت حتى الآن بمانئ من تفشٍ واسع لها. وقال مدير الحالات الصحية الطارئة في المنظمة مايكل راين خلال مؤتمر صحفي في جنيف أنه قلق جدا لواقع أننا بدأنا نرى تسارعا لوتيرة المرض في أفريقيا، وعلينا أن نأخذ جميعا ذلك بجدية تامة وأن نظهر تضامنا مع الدول المعنية. وأفريقيا هي ثاني أقل قارات العالم تضررا بكوفيد-19 مع تسجيلها أكثر من 15,160 وفاة بحسب بيانات جمعتها فرانس بريس استنادا إلى مصادر رسمية. لكن جنوب أفريقيا أكثر دول القارة تضررا من الوباء تجاوزت عتبة 5,000 وفاة. وكشف أن وتيرة تقدم الوباء في العديد من دول القارة ليست أسرع مما يسجل في جنوب أفريقيا، حيث ارتفعت الإصابات بنسبة 30% خلال الأسبوع الماضي. ذكر الإعلام الرسمي السوري أن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي جديد في سماء العاصمة دمشق، وذلك في أحدث موجة ضربات. قالت مصادر مخابرات غربية إنها غارات إسرائيلية على مخزن ذخيرة كبير لمسلحين تدعمهم إيران على مشارف العاصمة. وقال التلفزيون الرسمي إن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي من فوق منطقة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، وأظهر تصوير مباشر انفجارات في سماء العاصمة ولم يرد بعد تعقيب من إسرائيل. وقال منشقون عسكريون سوريون إن الضربة استهدفت مخزن ذخيرة كبير تديرها إيران في جبل المانع قرب بلدة الكسوة، حيث يتحصن أفراد من الحرس الثوري الإيراني منذ فترة في منطقة وعرة على بعد 15 كيلومترا تقريبا إلى الجنوب من وسط دمشق. وتقول مصادر مخابرات غربية إن الضربات الإسرائيلية على سوريا جزءا من حرب بالوكالة وافقت عليها واشنطن، وجزءا من سياسة مناهضة لإيران قوضت في العامين الماضيين قوة طهران العسكرية الواسعة دون التسبب في زيادة كبيرة في العمليات القتالية. بعد 4 أيام ومواجهات عديدة، توصل قادة الاتحاد الأوروبي 27 إلى خطة تاريخية لدعم اقتصادات دولهم التي تعاني من تفشي فيروس كورونا المستجد، تمول لأول مرة بوساطة دين مشترك. ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بيوم التاريخي للاتحاد الأوروبي. وبعد معركة شرسة بين الدول المقتصدين من جهة وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، تم التوصل أخيرا إلى تسوية خلال قمة استثنائية. وتنص الخطة على صندوق قدره 750 مليار يورو دعما للاقتصاد الأوروبي الذي يواجه ركودا تاريخيا يمكن للمفوضية الأوروبية اقتراضها في الأسواق. ويتوزع هذا المبلغ بين 390 مليار دولار من المساعدات و360 مليار يورو من القروض.
وتمنح المساعدات للدول الأكثر تضررا جراء وباء كوفيد-19، وهي تمثل دينا مشتركا يتعين على الدول 27 سدادها بصورة جماعية، أما القروض فيتعين على الدول المستفيدة منها سدادها. الخبر الأخير في هذه النشرة: أطلقت شركة سبيس إكس الأمريكية الخاصة أول قمة صناعية عسكري لكوريا الجنوبي من مركز كاب كانافيرال على ما أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية. وأوضحت الوزارة في بيان أن صاروخا من طراز فالكون 9 أطلق القمر الصناعي أناسيس 2، فيما أكدت سبيس إكس أنه تم نشر القمر بعد 32 دقيقة على إقلاعه. وأكدت دائرة برنامج المشتريات الدفاعية في وزارة الدفاع أن كوريا الجنوبية تصبح بذلك 10 دولة في العالم تملك قمرا صناعيا عسكريا للاتصالات، يؤمن لجيشها اتصالات عسكرية عبر الأقمار الصناعية متواصلة وآمنة. وتسعى سيول لتطوير قدراتها العسكرية، فيما تدفع في اتجاه وقف العمل بترتيب مع الولايات المتحدة يقضي بتولي الأمريكيين قيادة القوات المشتركة في حال نشوب حرب. سيداتي سادتي، بهذا قد نكون وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا المساء، قدمناها لكم من تلفزيون دولة إريتريا. شكرا لمتابعتكم، دمتم بألف خير.